السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنا رجعنا لكم نكملوا حكايتنا من وين حبسناها في السلطان اللي قصد بلاد الجواهر باش يجيب الجوهرة الثمينة النورهان. المهم السلطان بقى غادي في طريقه حتى وصل لبلاد الجواهر، اختار أحسن الجواهر وأغلاها ورجع عند نورهان. ولكني للأسف نورهان خبراتو باللي ما فهمش طلبها وهي ما غاديش تزوج بيه. أحزن السلطان ومرض بزاف، وبقى أيام وليالي شاد الفراش. سمع واحد الحكيم بمرض السلطان وهو يجي عنده، أطلب باش يشوفو. الحراس رفضوا حيتاش السلطان قال ليهم حتى شي واحد ما يجي يشوفني. ولكني هاد الحكيم صر باش يدخل وخبرهم باللي غيفك ليهم هاد المنامة اللي حاروا فيها الحكام. ملي السلطان اسمع قال ليهم دابا دخلوا عندي. داكشي اللي كان، ادخل الحكيم وجلس بجانب السلطان. قال ليه اش بيك، واش وصلك لهاد الحال؟ حكاليه وقال ليه بنت الحطاب طلبات مني واحد الجوهرة، قلبت عليها البلدان وما لقيتهاش في حتى مكان، وهذا هو سبب السقام. أضحك الحكيم وقال ليه الجوهرة اللي كتقلب عليها بنت الحطاب راها عندك، دايها وجايبها معاك. ما فهمش وطلب منه يشرح ليه ويوضح ليه الكلام. قال ليه الجوهرة اللي كتقلب عليها بنت الحطاب هي قلبك، تهديه ليها وما يكون حتى وحدة من غيرها. أفرح بزاف السلطان ملي عرف هاد السر، وطلب باش يجازيو الحكيم على لبابته. وداكشي اللي كان. من بعد السلطان رجع عند نورهان وخبرها باللي هو كيحبها حب صادق وما عمر غيبدلها. نورهان فرحات بزاف ملي بلغات قلب السلطان، ووافقات وقبلات تتزوج بيه. القبايل كلهم ساقوا الخبار، وزاد الشر في قلب الساحرة منى القلب الغدار. نورهان تحولات للقصر هي وباها، وعاشوا أحسن عيشة، معززين ومكرمين، ما خصهم حتى شي خير. هنايا الشريرة اللعينة فكرات في واحد الخطة اللي غتخلصها من نورهان وتدي لها بلاصتها في القصر. وهكذا طلبات من المرايا ديالها باش تحول المرأة وتمشي للقصر ودير براسها باغا تخدم وتقرب من نورهان. هذاك الشي اللي دارت، دخلات هذيك المرأة للقصر وبدات كتخدم نورهان وكتهلا فيها وكتقرب منها غير بشوية حتى كسبت ثقتها وحبها. واحد النهار جلسات هاد المرأة في واحد البلاصة غير بوحدها وكتبكي. شافتها نورهان، سولاتها مالكي، خبراتها باللي باباها مريض بزاف وخاصها تمشي تشوفو ضروري. اكيد نورهان قبلات وقالت ليها سيري بسرعة شوفي باك وانا موجودة الا كان فاش نعاونك. المرأة المرآة طلبات من نورهان واحد الطلب، وقالت ليها باللي باها سمع بنورهان وهي عزيزة عليه بزاف وغيفرح إلا شافها. نورهان ترددات حيت محال واش غيخليها السلطان تخرج من القصر، ولكن المرأة قنعاتها وقالت ليها باللي غيرجعوا دغيا، ما غاديينش يتعطلوا والسلطان ما غيثقش الخبر. داكشي اللي دارت، مشات نورهان مع المرأة المرآة وهي تديها عند هذيك الشريرة. غير هي وصلات ودخلات البيبان تسدو، وبقات نورهان واقفة أمام الشريرة الراس في الراس.
بقات هذيك الشريرة كتشوف في نورهان بواحد الحقد شديد وتقول ليها: ها انت جيتي بين يدي وغندير فيك ما بغيت. نورهان تخلعات من داك الوجه البشع وتصدمات، ما فهمات والو. قالت ليها: شكون انتي وشنو بغيتي عندي؟ قالت ليها الشريرة: انا هي اللي غنحطم ليك حياتك. المهم الشريرة طلبات من المرأة المرآة تربط لنورهان مسكينة يديها. نورهان بدات كتصرخ بأعلى صوتها ولكن بدون جدوى. ربطوها مسكينة وحطوها في واحد المكان معفن وخلاوها تما. وهنا الشريرة طلبات من المرأة المرآة أنها تردها في حال نورهان. هذاك الشي اللي دارت، بدات كتسحر هذوك الأسحار ديالها حتى ولات بحالها. وليني قالت ليها كاين واحد المشكل. قالت ليها الشريرة: اشنا هو؟ قالت ليها: غير يأذن المغرب غتولي لسيفتك كيف ما كنتي. صافي. هنا قررت الشريرة باش تمشي للقصر وتلعب دور نورهان وتضحك على السلطان. داكشي اللي دارت، مشات الشريرة للقصر وجلسات في بيت نورهان ودات معاها المرأة المرآة باش تبقى تخدمها. ملي وصلت بدات كتعيش مع السلطان كأنها نورهان. وليني معاملتها مع الخدام كانت خايبة بزاف. وكانت هاد الشريرة غير يقرب المغرب تخلق الأعذار للسلطان وتقول ليه بلي خصها ضروري تمشي. السلطان ما فهم والو في هاد التصرفات اللي ولات كدير نورهان وقرر يصبر حتى يعرف شنو كاين. الشريرة كملات في الخطة ديالها. القصر تقلب سفاه على علاه بسبب الشر ديال هاد اللعينة وعم الظلم والاعتداء. واحد النهار السلطان قرر يسافر ويخلي نورهان هي اللي تهتم بشؤون البلاد. صافي. الشريرة بدات كدير خدمتها، نهبات وسرقات وتعدات وظلمات. ولات ديك البلاد كلهم كيكرهوا نورهان بسبب هذاك الظلم اللي كيعيشوا فيه. الشريرة طلبات من الخدام باش يحيدوا الأراضي للناس وتاخدهم هي. المهم دارت الشر بزاف كيف ما بغات حتى الناس ما بقاوش قادرين يصبروا. هنا الشريرة زاد شرها وتقلبات وتبدلات حتى على مرايتها. حيدت ليها قاع داكشي اللي كتملك وجرات عليها. هنايا المرأة المرآة تعصبات وغضبات بزاف وحلفات تنتقم منها وداكشي اللي كان. المهم السلطان رجع من السفر ديالو، لقى الامور كلهم تبدلوا والاحوال ديال البلاد كلها تغيرات. تعجب وقال ما يمكنش ان نورهان تكون بهذا الشر كامل. قرر باش يطلق نورهان ويجري عليها هي وباها. ملي المرأة المرآة سمعت بلي السلطان رجع قررت باش تجي عنده وطلبات باش تشوفو حيت عندها ليه واحد الخبر مهم. أقبل السلطان ودخلها. هنايا المرأة المرآة قالت ليه كل شي وبلي نورهان محبوسة عند الشريرة. أغضب السلطان بزاف وقرر يفضح الفعايل ديال هاد اللعينة. خلاها حتى قرب المغرب وهي تقول ليه خصني نمشي، ولاني هاد المرا ما خلاهاش، عيات ما تحاول. وهو يأدى المغرب وهي تولي لسيفتها البشعة. ما لقات ما دير. صافي. هنا تأكد السلطان بلي المرأة ما كانش كتكذب. أطلب من الخدام باش يربطوها ويعذبوها مزيان على داكشي اللي دارت وداتهم حتى للبلاصة اللي مربوطة فيها نورهان. لقاها مسكينة جيعانة ومعذبة وحالتها على حالة. فكلها داك الربط وجابها للقصر وأمر باش يسجنوا هذيك الشريرة ويبقاو يعذبوها في الصباح وفي العشية.
وبقاو هو ونورهان كيردوا الأراضي الأموال لماليهم، ورجعوا المياه لمجاريها، وعاشت القبيلة في هناء. وكذلك نورهان عاش مع السلطان في حب وراحة وسعادة. ومشات خبرتي من واد لواد، وأنا بقيت مع الناس الجواد. ما تنساوش تابوناو معنا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.